أهلا وسهلا بحضراتكم ويوم جديد معكم عمر من خلال التيك توك وفيديو جديد. ممكن ما يكونش قصير أو طويل. أنا حبيت بس أستغل معاكم. أنا موجود النهاردة في مدينة اسمها إن فروتسواف. هتقولي إيه المكان ده؟ المكان ده عبارة عن منتجع صحي للناس اللي عندهم مشاكل في الرئة أو في الصدر، مش شرط كبار السن. هما بيجوا هنا زي ما انتم شايفين دلوقتي. أحاول أبسطه لكم وأقول لكم عليه. احنا شايفين مثلا دلوقتي المية اللي موجودة هنا بتبقى عبارة عن شجر، ورق من الشجر المعين بيحاولوا ان هم يستخدموه، اللي موجود فوق ده. بتنزل معاه المية شايفينها هنا، بتبقى عبارة عن ملح، ومن الجانب التاني الملح ده بيتبخر، بيساعد على ان انت تستنشق هواء صحي وان انت تتنفس. عشان كده عملوه هنا في المدينة دي، تبعد عن جدانسك حوالي ساعتين. فانا بنصح كل انسان موجود هنا في بولندا او شاف الفيديو ده من خلال عمر وقناة قناة المهاجر، وان احنا نستكشف بولندا. فيا ريت ان انتوا تيجوا ان شاء الله وتشوفوا المكان ده، بجد روعة وهيعجبكم. حاول معاكم دلوقتي عن قرب اوريكم برضو ازاي هو الشجر الموجود ده تقريبا، او شايفين المية هنا بدأت تتبخر دلوقتي ونازل الملح اللي موجود ده. سبحان الله، شايفين المية نازلة من فوق. دي المية هنا اللي موجودة، وده عبارة عن شجر، نوع معين من الشجر اللي موجود او الورق ده بيساعد مع المية انها تتبخر وتبدأ انت تتنفس او تنزل زي ملح، تساعد على التنفس. زي ما قلت لكم معاكم النهارده عمر، حبيت ان انا استغل الويك اند واليومين بتوع السبت والحد بعد عناء اسبوع جامد من الشغل. شايفين دلوقتي من ورايا المية عاملة ازاي، انها بتحاول تتبخر. شايفين المكان من ورا، شايفين عامل ازاي. مرة تانية بوري لحضراتكم ده اسم المكان، تانجنا سولانكوفا ان فروتسواف. اسم مدينة ان فروتسواف. سولانكوفا بالبولندي جاي من السول الملح، فمخصوص هنا بيعملوا الملح ده مع المية انه بيساعد ان انت ان شاء الله. بنصح اي انسان ان هو قريب هنا من المدينة دي او حتى من اي مدينة موجودة في بولندا، لو جاتك الفرصة يا ريت تيجوا وتشوفوا المكان ده. عندك مشكلة في الرئة، عندك مشكلة في التنفس، اكيد المكان ده هيعجبك. لكل انسان شافنا النهارده وبيشوفنا دايما، يا ريت تشاركوا الفيديوهات بتاعنا. وانا زي ما قلت بعد البث المباشر بتاعي امبارح بحاول ان شاء الله تاني ارجع لفيديوهات شويه نتكلم فيها عن السياحه، استكشف بولندا واي معلومات. عشان كده انا بشكر كل الناس اللي كانت موجوده معانا امبارح في فيديو البث المباشر بالليل، وان شاء الله لو وعدكم هتكون في فيديوهات تانيه. ودلوقتي نبدا نشوف نستكشف بولندا وجوله سياحيه موجوده. المكان ده المنتجع الصحي اللي موجود، انا قلت مش شرط لكبار السن، ده موجود للناس كلها. هفرجكم دلوقتي اغلب كبار السن موجودين جايين هنا ان هم يستكشفوا المكان. خضرة بتساعد على التنفس لو عندك مشكلة في الرئة، مبني بطريقة معينة. عبارة عن 50 هكتار الحديقة اللي موجودة دي. شايفين كبار السن هنا، دي خريطة تفصيلية اسم المدينة. الحمد لله بعد حوالي آخر شهرين هنا أول مرة، مش شرط بولندا، أوروبا كلها كان درجة حرارة فظيعة جدا، كنا بنموت. عارف ممكن ما تكونش زي في مصر أو في أغلب الدول العربية، بس والله صدقوني كنا بنموت 25 26 بالظبط، زي 50 أو 60 في مصر. فالحمد لله النهارده حبيت أجي إن أقضي في المكان ده الويك إند، حاول نتنفس هواء صحي، هواء جميل بعيد عن أي حاجة موجودة. فإن شاء الله أي إنسان جات له الفرصة إن هو يجي هنا يزور مدينة إن فروتسواف، سوري، وأنا بالأكثر في بولندا، هيعجبكم المكان ده. يا ريت تيجوا ان شاء الله وتشوفوا المكان. شايفين كبار السن دلوقتي هم رايحين هناك معاكم دلوقتي. شايفين منظر البحيرة الصناعية. هنا دايما بيحاولوا يهتموا بالخضرة بطريقة. شايفين حمام في امستردام، البط موجود هنا عامل ازاي. شايفين دلوقتي منظر من فوق موجود معاكم. شوية منظر النافورة ورايا. ببعت لك سلام يا عماد والجروب والمجموعة كلها، حبايبنا على التيك توك وكلهم وحبايب قلبي. اكيد لولو حبيب قلبي لولو
وحشتيني يا لولو، يا ريت كنت موجودة معايا دلوقتي. شايفة الجو عامل ازاي؟ شايفين منظر النافورة ورايا هيت. يا عبدو يا عموم ده مش عايز تيجي تنزل؟ مرة تانية بنحاول دلوقتي نختم معاكم الفيديو ونوريكم المكان هنا عامل ازاي. خضرة، شجر موجود الورد. انا دلوقتي بوريكم المكان هنا من بعيد، شايفين عامل ازاي. هناك اهوت بحيرة صناعية، البط اهوت شايفين البط عامل ازاي هنا. قربت لكم المكان زي النافورة برضو دلوقتي اهيت، وهتبقى تطلع تاني موجودة اهو. شايفين دلوقتي، ودلوقتي هنا المكان من بعيد مقرب دلوقتي، شايفين هناك اهوت. قربته لكم واحدة واحدة. الناس جايين حاولوا يشتروا هدايا تذكرة طبعا بعد ما قضوا يوم سعيد ويوم جميل. النهارده آخر يوم، بكرة إن شاء الله لحد يوم الاثنين الطلبة كلهم هيرجعوا المدارس. ربنا يكرمك يا بنتي إن شاء الله يا أنستازيا. آخر يوم عندنا بكرة إن شاء الله، ويبدأ العام الدراسي من يوم الاثنين إن شاء الله. ربنا يوفق الطلبة كلها ويوفقك ويهديك يا بنتي يا رب لأبوكي. دلوقتي في ختام جولتنا معاكم، أتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش الاعجاب او نعمل شير ونبعت الفيديو لناس تانية. اتمنى يكون المكان ده عجبكم. هنا من بولندا، من مدينة تبعد عن جدانسك حوالي ساعتين، اسمها ان فروتسواف، منتجع صحي. شرحت لكم ايه المكان ده وايه الغرض منه. كان معاكم عمر المهاجر، اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامة.